سامية جمال. مين مش فاكر سامية جمال ورقص سامية جمال وجمال سامية جمال؟ هقول لكم قصة عنها النهاردة. بس كملوا الفيديو للآخر واعملوا لايك واشتراك وشير عشان يوصلكم حكاية سامية جمال. ما كانتش بتحب تخرج في أي رحلات ولا في أعياد ولا مواسم ولا أي حاجة. يا ترى ايه السبب؟ تعالوا نعرف. كانت بتخاف جدا من الرحلات وبتمسكها حالة من الرفض، يعني ما بتبقاش عايزة تخرج من البيت خصوصا في الأعياد. والحكاية دي كان وراها واقعة كانت بتخاف منها جدا ومشهورة عن الفنانة سامية جمال. تعالوا أقول لكم الحكاية. يوم من الأيام كانت في أجازة، واستغلت واحدة صاحبتها فرصة وقالت لها العيد تعالي هعزمك على رحلة القناطر الخيرية باللانش بتاعها. فرحت معاها، ودي كانت صاحبتها، فما قدرتش ان هي تقول لها لا. واول ما وصلوا الى الشط النيل عند القناطر اللانش جنح وتعطل، وبقى كل اللي مسيطر على سامية وصاحبتها ان هما هيغرقوا ومحدش هينقذهم. لدرجة ان صاحبة اللانش من كتر التوتر بدأت تصرخ في السواق وتقوله هرفدك، والله لا تكون مرفوض، والله لا تكون مرفوض. فالراجل قال لها الراجل احنا بنغرق وانت بتقولي لي هرفدك؟ طب نعيش الاول وبعدين ابقي ارفديني. طبعا اول ما سامية وصاحبتها سمعوا الكلمتين دول اتأثروا اكتر وقالوا خلاص احنا بنموت، وبدأوا يصرخوا ويصيحوا، يعني يصرخوا جامد جدا جدا لحد ما لقوا الفرج جاي من بعيد، وهو لانش خفر السواحل، واللي قدر ان هو يسحبهم بسلام لبر الامان. هتسألوني طبعا السواق حصل له ايه؟ اكيد طبعا اترفد لانهم عاشوا. وبكده تكون الحكاية خلصت. اشوفكم كده، تكون حكايتنا النهاردة خلصت عن الفنانة سامية جمال. اشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة وفنان جديد. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وتابعوا تيتا